في الفيديو اللي فات ذكرت قصة ديدبول بيكون فيها فريق مكون من نسخ منه من أكوان تانية، وكان في تصويت لو حابين أشرح القصة دي في فيديو منفصل. وبالرغم من إني حذرتكم إن نسخ ديدبول دول بيشملوا كلب وراس مقطوعة، معظمكم صوت على إني أشرح القصة. علشان كده في الفيديو ده هشرح قصة نشأة فريق الديدبولات اللي اسمه ديدبول كور. اولا احب اشكركم انكم قفلتوش الفيديو بعد كلمه ديدبولات اللي انا قلتها دي. ثانيا عايز اوضح ايه هي القصص اللي هذكرها في الفيديو. ديدبول كور ظهروا على مدار عده قصص، لكن انا هحكي قصه نشأتهم فقط واللي امتدت على مدار سلسله بريلود تو ديدبول كور وبدايه سلسله ديدبول كور. سلسله بريلود تو ديدبول كور بتتكون من 5 اعداد ديدبول خلالهم بيجند افراد الفريق. العدد الاول بتدور احداثه في كون اسمه ايرث رقم 3010. في الكون ده ديدبول هو في الحقيقه ست اسمها واندا ويلسون وملقبة بليدي ديدبول. ليدي ديدبول قوية جدا لكن انسكيور وثقتها في نفسها قليلة، وده بيخليها توافق لما اي حد يطلب منها حاجة علشان تحس بان في حد محتاجها. وده تقريبا كان السبب انها انضمت للمتمردين اللي ضد الحكومة الامريكية في الكون ده علشان طلبوا منها وهي كسفت تقول لا. وكونها من ضمن المتمردين ده بيخلي اهم عدو ليها هو جنرال امريكا، ودي نسخة الكون ده من كابتن امريكا. العدد بيبدأ بليدي ديدبول وهي بتهاجم عساكر من الجيش اللي بيردوا على هجومها بانهم بيطاردوها بطيارات هليكوبتر. ليدي ديدبول بتقدر تفجر الطيارات، لكن بعد كده بتلاقي نفسها وجها لوجه مع جنرال امريكا. الاتنين بيدخلوا مع بعض في معركة، لكن المعركة بتتقطع لما فجأة بوابة بتتفتح جنبهم وبيطلع منها ديدبول الاصلي بتاع كون ايرث 616. ديدبول وليدي ديدبول بيتحدوا مع بعض ضد جنرال امريكا وبيقدروا يهزموه. ولما ليدي ديدبول شكرت ديدبول على انه انقذها، قال لها انه في الحقيقة جه للكون ده لانه محتاج مساعدتها في انقاذ البشرية. ليدي ديدبول بتوافق فورا لما ديدبول قال لها احنا محتاجينك، وبعدين بتدرك انها تاني دخلت نفسها في حرب تانية علشان اتكسفت تقول لا. العدد التاني بيبدأ في كون تاني اسمه ايرث رقم 10330. نسخة ديدبول من الكون ده هو طفل صغير اسمه ويد ويلسون برضه، بس لقبه كيت بول، وكان تلميذ في مدرسة بروفيسور اكزافير للأطفال الموهوبين. وقصة العدد بتبدأ بإن كيت بول عامل مشاكل في المدرسة بسبب إنه شقي جدا ومسبب لهم إزعاج وإحراج مستمر. وفي يوم من الأيام شد البنطلون بتاع نسخة الكون ده من سكوت سامرز في وسط الفصل، وده اتسبب في إنهم هما الاتنين اتعاقبوا واتحبسوا في فصل لوحدهم طول اليوم. لكن كيت بول أقنع سكوت إنهم يهربوا وبيروحوا لحفل الرقص اللي بيدور حاليا في المدرسة، واللي فيه بروفيسور اكزافير كان بيحاول يشقط إيما فروست. طبعا كيت بول بيبهدل الدنيا وبيتخانق مع لوجان وكولاسس وشخصيات تانية كتير، وطبعا بيحرج إدارة المدرسة قدام كل الحاضرين. وأثناء ما كلهم كانوا بيشتموه وبيقولوا له إنهم عايزينه يخرج من المدرسة، في بوابة بتتفتح بيطلع منها ديدبول بتاع ايرث 616. ديدبول بيقول لهم إنه محتاج كيت بول في مهمة لإنقاذ العالم كله، وطبعا كيت بول بيستغل فرصة زي دي علشان يخرج من الموقف السيء اللي كان فيه وبيروح مع ديدبول. العدد الثالث كان بيدور في كون اسمه ايرث رقم 103173، ونسخة ديدبول الموجودة في الكون ده هي عبارة عن كلب لقبه دوج بول. قصة دوج بول بتبدأ لما كان كلب عادي اسمه ويد ويلسون بيتعمل عليه اختبارات لمشروع اسمه ماسكارا اكس، وده هدفه صنع مستحضرات تجميل بتعيد تشكيل نفسها لما تتمسح. التجربة فشلت والعلماء قرروا يرموا الكلب في الزبالة عشان ما بقالوش لازمة، لكن اللي العلماء دول ما يعرفوهوش ان التجربة ادت الكلب القدرة انه يتشفي فورا من اي جروح. وبعد ما الكلب خرج من الزبالة فضل ماشي في الشارع لحد ما في مرة عربية خبطته. في اللحظة دي في ناس شغالين في سيرك شافوه وهو بيتخبط وبيقوم عادي جدا بعد الحادثة. طبعا عجبهم انه ما بيموتش وقرروا ياخدوه السيرك وبقوا يعملوا بيه عروض خطيرة. وفي السيرك الكلب اتعلم مهارات كتير لحد ما في يوم من الايام شهرته وصلت للعلماء اللي عملوا عليه التجربة، وعرفوا ان التجربة بتاعتهم ما كانتش فاشلة تماما زي ما كانوا فاكرين. وهنا عملوا نفس التجربة مع كلب تاني وسموه وولفرين. العلماء دول كانوا عايزين يختبروا قوة وولفرين فقرروا اطلاقه على دوج بول. الاتنين بالفعل دخلوا مع بعض في معركة، لكن المعركة بتتقطع لما بيتفتح بوابة وبيخرج منها ديدبول. ديدبول بيقول انه جه علشان محتاج دوج بول في المهمة اللي هتحدد مصير الكون اللي لسه مش عارفين ايه هي اصلا، وبياخد دوج بول معاه. العدد الرابع قدم لنا نسخة ديدبول من كون ايرث رقم 2149 واللي اسمه
هيدبول. النسخة دي اسمها كده لانها ببساطة عبارة عن راس زومبي مقطوعة. النسخة دي ظهرت لأول مرة في سلسلة مارفل زومبيز اللي بتقع في كون كل الأبطال فيه اتحولوا لزومبي، لكن ديدبول الزومبي بيقدر يتنقل لكون مارفل الرئيسي اير 616 أثناء أحداث مارفل زومبي 3، لكن أثناء معركة اتقطع 100 حتة وراسه بس هي اللي نجت. وفي العدد الرابع من بريلود تو ديدبول كور في قراصنة بيلاقوا راس ديدبول الزومبي واللي هنقول عليه من هنا ورايح هيدبول، وبيقرروا انهم ياخدوه لجزيرة عليها عالم اسمه كيل ريفن ممكن يشتريها علشان يعمل عليها تجارب. وعلى نفس الجزيرة بنشوف بوابة بتتفتح وبيخرج منها ديدبول وهو بيدور على هيدبول. كيل ريفن لما بيشوف ديدبول بالكاميرات بيروح يواجهه، لكن ديدبول بيقتله بسهولة، وبعد كده بيقابل اخيرا هيدبول. ديدبول بياخده وبيقدمه لباقي الفريق وبيقوله ان مصير الكون معتمد على الفريق ده. في العدد الخامس اخيرا بنعرف ايه هي المهمة اللي ديدبول عمال يتكلم عنها طول السلسلة ومين اللي كلفه بيها. في اجتماع بين اعضاء الفريق ديدبول بيقول لهم انه ظهر له واحد اسمه كونتمبليتر وده من الالدرز اوف ذا يونيفرس واللي يبقوا من اقدم واقوى الكائنات في الكون. الكونتمبليتر قال لديدبول انه لازم يجمع نسخ من ديدبول من اكوان مختلفة علشان يحاربوا خطر بيهدد الاكوان كلها، لان لسبب ما الوحيدين اللي يقدروا يهزموا الخطر ده هو فريق من المعاتيه. المشكلة الوحيدة ان كبير الالدرز والمعروف بالجراند ماستر بقى شايف ان فريق ديدبول غير مناسب واقترح فريق تاني من عنده مكون من كائنات اسمهم مات فوك. الاتنين اتفقوا انهم يعملوا مسابقة بين الفريقين واللي يكسب هو اللي ينقذ الكون. المسابقة بدأت بالفعل وبنشوف فريق ديدبول في مواجهة المات فوك واللي بنكتشف انهم دباديب ملونة. انتوا اللي قلتوا عاوزين القصه دي. اوكي، عموما المسابقه انتهت بفوز فريق ديدبول، وعلى مدار سلسله ديدبول كور بنشوفهم بينطلقوا لمواجهه الخطر اللي لسه مش عارفين ده ايه برضه. اول عدد في السلسله دي بنشوف الكونتمبليتر بيشرح لهم اخيرا مين هو عدوهم، كائن موجود قبل وجود الكون نفسه اسمه ذا اويرنس او الوعي، وبنعرف ان الاويرنس بيتغذى على الوعي بتاع الكائنات الحيه، ومصير وعي الكائنات الحيه في الكون كله معتمد على فريق ديدبول. لكن وهم لسه بيجهزوا للمهمه بيعترض طريقهم واحد تاني من الالدرز اوف ذا يونيفرس اسمه ذا تشامبيون وراكب موتوسيكل بيقدر يتنقل في الفضاء. ذا تشامبيون برضه زي جراند ماستر كان شايف انهم غير مؤهلين انهم ياخدوا المهمه دي وقرر انه يتحداهم ودعاهم على كوكب وقال لهم واجهوني عليه وجها لوجه، وبدا يقول خطاب طويل كده. لكن اثناء الخطاب ده كيد بول سرق الموتوسيكل بتاعه طلع يجري وكلهم جري وسابوه لوحده على الكوكب ده. واحد تاني من الالدرز اسمه ذا جاردنر عنده القدرة على التنقل الآني أنقذ تشامبيون من الكوكب ده ووداه لحد المكان اللي فيه فريق ديدبول علشان ينتقم منهم، لكن ديدبول أقنعه إنه ينضم للفريق بتاعهم، وبالفعل ذا تشامبيون بينضم لهم تحت لقب تشامبيون بول. بعد كده بيقولوا له إن في أعداء بيتحدونا إن واحد مننا يحارب بطل من عندهم على كوكب ما. ذا تشامبيون بيقول لهم ما تخافوش يا أصدقائي أنا هروح أحاربه، وبالفعل بيودوه لحد الكوكب، لكن لما تشامبيون بص حواليه ما لقاش حد ولسه بيبص وراه لقاهم خدوا السفينة وجريوا وسابوه تاني لوحده على الكوكب. خلال الأعداد بنشوف الفريق وهو بيبحث عن الأويرنس لحد ما بيقابلوا في طريقهم ناس اسمهم فوتيفز اوف ذا أويرنس، ودول كائنات ذا أويرنس امتص وعيهم ومن ساعتها بقوا بيخدموه من غير تفكير، لكن خلال عدة معارك فريق ديدبول قدروا يهزموهم. دلوقتي الفريق محتاج يلاقي طريقة يقرب بيها من الأويرنس، علشان كده قرروا انهم يروحوا لواحدة اسمها ذا بروكن بليد، ودي مهربة فبالتالي تعرف طريق سري يوصلهم للأويرنس. الفريق بيروحوا بالفعل وبيقابلوا ذا بروكن بليد وهي بتوافق انها توصلهم بالسفينه بتاعتها واللي بتقدر تختفي حتى من عيون الاويرنس. الفريق بيركب السفينه وبنشوفهم بينطلقوا للمواجهه الاخيره، لكن برضه بنلاحظ ان في افراد من الفوتيفز اوف ذا اويرنس بيراقبوهم وماشيين وراهم. العدد اللي بعده بيبدا بمعركه بين السفينه بتاعتهم والسفن بتاعت الفوتيفز، لكن لحسن الحظ سفينه ذا بروكن بليد كانت مزوده بصواريخ قدرت انها تدمر الاسطول بتاعهم كله. الفريق اخيرا بيلاقوا نفسهم وجها لوجه مع ذا اويرنس، ولما ذا اويرنس بيحاول يدخل جوه عقلهم علشان يسيطر عليهم بيشوف المنظر ده. وهنا بنفهم ليه الكونتمبليتر اختار فريق ديدبول للمهمة دي، لانه عارف ان اويرنس هيحاول يدخل عقلهم ويسيطر على وعيهم، لكن المشكلة ان كلهم معاتيه وما عندهمش وعي اصلا. الاويرنس هنا قرر انه يحط كل واحد منهم جوه حلم، وبالفعل خلى كل واحد منهم عايش جوه حلم مختلف مناسب مع شخصيته، لكن الوحيد اللي ما تأثرش بالموضوع ده هو هيدبول لان مخه اصلا ميت. هيدبول بيقدر يتسلل للمقر بتاع اويرنس وبيشوفه على هيئته الحقيقية البتاع الاصفر ده.
ديدبول بيهاجمه وكده بيحرر باقي افراد الفريق من الاحلام دي، ولما كلهم بيتلموا حواليه ذا اويرنس بيبدا يترجاهم وبيشرح لهم تاريخ حياته. الاويرنس كان من ضمن كائنات كانت موجوده قبل الانفجار العظيم، لكن الانفجار العظيم قتلهم كلهم وهو بس اللي اتبقى، علشان كده عايز ينتقم. بس قبل ما يخلص باقي القصه الحزينه دي ليدي ديدبول بتغرس فيه السيف وبتقتله. اخر مشهد في الارك ده بينتهي بالكونتمبليتر بيهنيهم على الانتصار ده، وبيقرر يديهم هديه عباره عن خاتم لكل واحد فيهم يقدروا يستخدموه مره واحده بس في انهم يستدعوا واحد من الالدرز اوف ذا يونيفرس عشان يطلعهم من ايا كان الموقف اللي هم فيه. وكده بتنتهي قصه نشأة الفريق، لكن مغامراتهم بتكمل على مدار باقي السلسله. ولحظه، هو ديدبول هيلبس الخاتم ازاي؟ عموما لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحه الفيسبوك. وبرضه لو حابين تدعموا القناه تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشه وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.